السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد أضحى مبارك وعيد سعيد عليكم كلكم. إن شاء الله النهاردة يا جماعة عزومة جامدة جدا. أنا عازمة حماتي وبعمل لها كل الحاجات اللي بتحبها. أنا صاحية من الفجر وبحضر الحاجات اهو قدامكم، كل الحاجات اللي أنا هعملها اهو. طبعا أول حاجة أنا سلقت اللحمة عشان الفتة، وعلى حظ حماتي الحمد لله الحاجة طالعة زي الفل. وادي العيش بتاع الفتة أنا محمصاه، والصلصة كمان عملتها، وعملت كده حلة محشي صغيرة سوري. وادي الرز اهو بتاع الفتة. انا جهزت الفتة اول حاجة عشان اتفرغ بقى للشوي. ادي عندي الريش اهي انا متبلاها من بالليل، حطها طبعا في مية بصل والتوابل اللي انا بحبها كلها في الشوي. وادي كمان فراخ، وادي الكفتة برضو متبلاها وعجناها من بالليل وسبتها تتشمع في التلاجة علشان تبقى حلوة وانا بصبعها. ان شاء الله الحاجات تطلع جميلة على وش حماتي بإذن الله. طبعا لازم اشرف جوزي قدامها، ولازم اعمل لها الحاجات اللي بتحبها. وادي كمان بانيه علشان هي بتحبه، بس ممكن يعني استغنى عنه لان ما شاء الله الحاجات كتيرة ومش هيبقى لايق مع الحاجات بتاعة العيد. وده رقاق طري عشان اعمل لها صينية رقاق ان شاء الله. طبعا انا اللي عاملة الرقاق ده في البيت، هبقى اعمله لكم تاني مع بعض في فيديو لوحده. طبعا اللحمة انا دلوقتي هاخد اسوي الحاجات بتاعتها او اضبها قصدي، بس الاول هاخد الحاجات بتاعت الشوي دي علشان ابو العيال هيشوي في البلكونه. على ما هو يخلص اكون انا بقى جهزت الحاجات. هو دلوقتي قرب يخلص الشوي، فانا قلت اجهز بقى الحاجات بتاعت بقية العزومة. قربنا نبقى على العصر كده وحماتي قربت تيجي. انا دلوقتي هعمل اللحمة هشوحها في معلقة زيت على النار وارش عليها ملح وفلفل وبس، مش اكتر من كده. وده العصاج بتاع صينية الرقاق انا مجهزاه كله. والله انا صحيت من بدري جدا وجهزت كل حاجة. وادي العيش هبتدي اسقيه بالشوربة. الاول هعمل له الطشة بتاعته. ادي الطشة بتاعت العيش انا بعمل له كده تومية بشممها كده في معلقة سمنة على النار، وبعدين احط عليها الخل وبعدين مغرفتين شوربة واسيبهم يغلوا غلوة، وبعدين انزل بيها على العيش. وبعد كده بسقي العيش بالشوربة وابله بالشوربة كويس جدا، وبعدين اغرف بقى خطوات الفتة العادية. بعد كده الرز والصلصة واللحمة فوقيه. الشوي طلع بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شايفين الجمال؟ ادي الريش وادي الفراخ، وبسم الله ما شاء الله الحاجة طالعة كبيرة يعني كتيرة وجميلة الحمد لله. وتشرف وشرفت جوزي قدام مامته، والاكل كان جميل جدا وعجبها الحمد لله. وانا حبيت اوريكم النهاردة كنت عازمة حماتي على ايه. طبعا كلنا ده اكل اللي بيعيدوا كلهم النهارده. كل المسلمين النهارده بيعيدوا وبياكلوا اللحمه والفراخ والريش والفته. وكل سنه وانتم طيبين. انا عايزه اقول لكم ان الاكل كان رائع، وكمان المحشي طلع تحفه الحمد لله. طلعت الحاجه جميله جدا وشرفت جوزي قدام مامته، وكان الاكل جميل جدا وهي شكرت في الاكل جدا. طبعا هي عارفه اكلي من زمان، بس المره دي كنت حبيت احتفل بيها يعني بمناسبه العيد. وكل سنه وانتم طيبين وشكرا. ونكمل مع بعض بقيه الاكلات في فيديو جديد، وشكرا وسلام عليكم.